في كلمة كده أو جملة بصراحة بتلفت نظري جدا، وبشوف ناس كتير عاملة كوميكس عليها وبتتكلم ازاي ممكن نرد رد نموذجي على الكلمة دي، وهي كلمة عقبالك هنفرح بيكي انت. بصراحة يعني أنا هقول وجهة نظر ومش عارفة هتختلفوا معايا ولا تتفقوا، وطبعا ليكوا تمام وحرية الاتفاق أو الاختلاف. أنا بحس إن أي راجل كبير أو ست كبيرة في أي قعدة أو عزومة أو فرح، ما هو طبيعي هيسألني يقول لي عقبالك هنفرح بيكي إمتى، إيه الأخبار، الكلام اللي ليه علاقة بدايرة المدارك والمعارف اللي هم حاسين إنه ده التسلسل الطبيعي لحياتي، حسب يعني أنا عندي كام سنة أو إن هم ما شافونيش بقالي قد إيه. ما هو تعالوا كده نتكلم بهدوء وبمنطق. حد عنده 60 سنة ولا 65 سنة ولا 70 سنة في عمر أهالينا، ربنا يطرح فيهم البركة يا رب، الناس دي هتتكلم معايا في ايه؟ هل مثلا هيسالني عن الكيمياء النوويه؟ هل هيسالني على حال الاقتصاد العالمي؟ طبيعه الحال يعني اللي هو يكون شايف الخير اللي بيتمناه لي، ومفهوم الفرحه بالنسبه له ان انا هيفرح بيا امتى، جوازي هيكون امتى، هخلف امتى لو انا متجوزه جديد، الى اخره بقى من حاجات كتير جدا احنا بنتعامل معاها ان هو ليه يعني هو مش من حقهم يسالوا اسئله زي دي. بس تعالوا نبص الموضوع من زاويه تانية، ان الاسئله دي مناسبه جدا لاي حد كبير بتقابليه في اي مكان، هو اصلا مستوعب اختلافات الاجيال بصعوبه ومخضوض من كميه السرعه اللي بتحصل في الدنيا. يعني انا هقول عن موقف شخصي جدا، انا في مره كنت معزومه عند قرايبنا في اسبوع، مثلا نفترض ان هو يوم جمعه، وفي اليوم ده اتسالت السؤال التقليدي هنفرح بيكي امتى. خدت الموضوع ببساطه جدا وقلت يعني دعواتك يا انكل. بعدها باسبوع قرايبنا اتعزموا عندنا، فنفس الشخص سالني وقال لي هنفرح بيكي امتى، فكان ردي بمنتهى التلقائيه ان انا ملحقتش، يعني احنا سايبين بعض من جمعه واحده بس. حسيت ان المساله مش مستدعيه اكبر من كده، وانه حقيقي هو ما يقصدش اي حاجه غير انه فعلا بيتمنى لي الخير وحقيقي بيحبني. لكن طبعا ممكن يكون في ناس ضمايرها مختلفه وتقصد من السؤال غلاسه، سخافه، حاجات تانية كتير. لو انتم متفقين معايا في حاجه زي كده وشايفين ان احنا نتعامل مع ده بهدوء وعادي جدا، ولو حد سالنا عن ده نرد بمنتهى السلاسه من غير ما ناخد الموضوع بحساسيه، ممكن جدا تكتبوا لي رايكم في الكومنتات. لكن لو شايفين انه لا، السؤال ده فيه تخطي كده للحدود وان هو بيبقى مزعج لناس كتير، ممكن برضو تكتبوا لي رايكم في الكومنتات.